رابطة الأندية رزعت جمهور الأهلي والزمالك عقوبات بسبب ماتش السوبر. جمهور الأهلي 100,000 جنيه بسبب السباب الجماعي، وجمهور الزمالك 100,000 جنيه بسبب السباب الجماعي. وزيزو 50,000 جنيه غرامة لاختراق البروتوكول بتاع البطولة، وكمان خوان بازيرة 50,000 جنيه غرامة لاختراق البطولة. بس زيزو ما سلمش على واحد بس، هشام نصر 50,000 جنيه، الراس واقفة على الأهلي ب50,000 جنيه. إنما بازيرة ما سلمش على أي حد، ولا إماراتيين ولا مصريين ولا أي حد، وخد برضه 50,000 جنيه. المبدأ لو هو موجود إن زيزو بيتعاقب، فهو زيزو عمل كده علشان هو عنده مشكلة إن الراجل ده صدر للجمهور ان زيزو مش عايز يمضي، وان فلوسه حاضره وموجوده وهو اللي مش عايز. غلط فيه وغلط في ابوه، وهو اللي سبب الاحتقان بين جمهور الزمالك وزيزو. زيزو ليه اسبابه انه ما يسلمش على الشخص ده بالذات، لان في مشكله. والدليل على كده ان زيزو بعد اللقاء راح سلم على كل لعيبه الزمالك اللي هي زمايله، لحد المدير الفني احمد عبد الرؤوف سلم عليه وحضنه، عدى عليهم واحد واحد في الملعب وعلى الدكه. اصبح كده المشكله لا مع نادي الزمالك ولا مع لعيبه الزمالك، المشكله شخصيه بينه وبين هشام نصر، علشان هو اللي عامل المشاكل بينه وبين جمهور الزمالك. لكن تعالوا بقى نروح للتاني، خوان بازيرة. انت ايه حجتك ان انت ما تسلمش؟ انت عشان خسران زعلان؟ طب ما عادي، ايه يعني عشان قعدت تعيط وزعلت؟ طب انت خدت حاجتك ومشيت وما سلمتش على حد. طب انت عملت كده ليه؟ ما سلمتش ليه؟ طيب انت عرفت تدخل لجمهور الزمالك ازاي؟ انت لعيب كرة صايع، انت بقالك شهرين. هو انت زملكاوي اكتر من الناس بتاعت نادي الزمالك؟ يعني انت زملكاوي اكتر من احمد عبد الرؤوف المدير الفني لنادي الزمالك اللي ما عملش زيك كده؟ طب انت زملكاوي اكتر من عمر جابر كابتن نادي الزمالك اللي ما عملش زيك كده؟ انت زملكاوي عنهم يعني؟ انت زعلان قوي اكتر منهم؟ انت جاي تشتغل في نادي الزمالك علشان جمهوره، مش جاي تشتغل جمهوره. انت بتشتغل الجمهور، انت لعيب صايع وعايز تاخدهم في الملف معاك. انت مالكش مبرر انك تعمل كده، حتى لو زعلان، ماتش وخلص وبطولة وراحت. فانت حاول ما تشتغلش جمهور الزمالك، حاول تشتغل في الملعب وجيب للزمالك بطولات، مش تشتغلهم. اتفقنا يا اخوان؟ بلاش صياعة، عشان انت بتصيع على مين؟ لو انت رايح كنا احنا جايين.